السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي سافر قبل مباراة كأس السوبر بثلاث أيام علشان يخلص الأمور اللي هتتعلق بخوض المباراة والتشجيع اللي هيحصل في الملعب، وإيه اللي ممكن يدخلوا بيه المشجعين. طبعا احنا عارفين إن رابطة المشجعين بتاعت النادي الأهلي قمة الاحترام والأدب والذوق في الحاجات اللي بتطلب منها والحاجات اللي هتتمنع انها تدخل. قمة الاحترام والادب. رئيس الرابطة طالع بيقول جمهور النادي الاهلي اخذ التذاكر بتاعته المخصصة ليه للمباراة، مفيش ولا تذكرة لجمهور النادي الاهلي موجودة حاليا، وده بيدل على حاجة واحدة، ان جمهور الاهلي باذن الله هتلاقوه موجود، وبالكثافة وبالحب اللي هيبقى موجود في الملعب للعيبة والجهاز الإداري. إن شاء الله بإذن الله ربنا يتمها على خير والأهلي يفوز بالسوبر الأفريقي بإذن الله. أما بالنسبة للأستاذ أحمد سالم اللي طالع وبيقول على معتز الشلماني إن هو ما ينفعش إن هو يدير مباراة الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك، علشان المفروض النادي الأهلي هو بطل أفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية، فالمفروض يتذكر النادي الأهلي الأول. ليه؟ قال لك لا مش هقول. طب إيه السبب؟ علشان إيه؟ إيه اللي حصلان؟ إيه اللي حصل منه مع نادي الزمالك؟ مفيش حاجة حصلت مع نادي الزمالك. طيب حكم لنادي الزمالك قبل كده؟ لا. طب أسبابك إيه؟ إن أنت مخلياك بتقول إن الحكم ده ما يحكمش لنادي الزمالك. إيه السبب؟ مفيش أسباب. طيب نعرف دلالات الكلام ده بتقول ايه؟ بتقول حاجة واحدة، ان احنا بنرهب الاتحاد الافريقي وبنرهب الحكم من قبل ما تبتدي المباراة علشان خاطر الحكم يتحيز لنادي الزمالك ويجي مع نادي الزمالك. طبعا الاتحاد الافريقي عارف ايه اللعب ده كله وعارف الدنيا ايه اللي بيجرى فيها. معتز الشلماني حكم دولي، راجل كبير مش صغير، وعارف الاجواء دي ايه اللي بيحصل فيها. بس احنا لينا وقائع معاه حصلت قبل كده لو هنفتكرها مع بعض. مباراة الاهلي والوداد اللي هي كانت هنا في مصر، البطولة اللي فاتت لا اللي قبلها، اللي كانت المباراة النهائية في ملعب الوداد، كان بيحكم المباراة هنا في مصر. وليه حاجتين في المباراة دي مع النادي الأهلي الناس فاكراها مش ناسياها. الكورة اللي هي اتلعبت ورا خط الدفاع وكان داخل عليها بيرسي تاو والمدافع جابها بإيده، دي كان المفروض إن هي فيها طرد، مفيش أقل من طرد. والواقعة التانية ضربة جزاء الأعمى بيشوفها، إنما الحكم ما كانش موجود علشان يحسبها، إنما اتحسبت ضربة جزاء حسبها هو على حسين الشحات، والفار ناداله وغير قراره. ده معتز الشلماني مع النادي الاهلي. انما انت كزمالك ايه وقعته معاك؟ ايه اللي حصل معاك علشان انت تعترض عليه؟ الاولى للاعتراض النادي الاهلي، انما معلش احنا نهدد الحكم علشان يجي في صفنا. انما تلعب لاعب قصاد لاعب في الملعب، فرقه قصاد فرقه، ووريني شطارتك مين اللي هيفوز. ده بالنسبه للنادي الزمالك والمتحدث الرسمي بتاعه. اما بقى لما نيجي نتكلم عن الفشار ونسمع هو قال ايه علشان نرد عليه. ايه بقى؟ التخوف من اللي حصل. بص، مفيش حاجه، مفيش دخان من غير نار. يعني اللي حصل قبل كده في المباراه السابقه، يعني شاف ان في عدم عداله. ما هو اخر ماتش يا كابتن الزمالك كسبان الاهلي، ولا انت بتتكلم عن ماتش في الكاس؟ مصر هنا كان الزمالك كسبان الاهلي، والزمالك كمان ليه ضربه جزاء او ضربتين جزاء كمان، من ضمنهم بتاعه سيف الجزيري، الثانيه بتاعه رامي ربيعه، وما اتحسبتش عادي، بس انت كسبت فالامور مشيت يعني. بتاعت نور الدين. طبعا كان هو الحكم. طبعا. الحاجه اللي بعد كده اللي انا عايز اتكلم عليها في المباراه نفسها، ان زيزو بقاله ماتشين
بيصاب في مباراه الاهلي عن قصد، عن قصد. المباراتين الاخرانيين اتعور مرتين وخرج عن قصد. انا بتكلم اهي رسمي، بقول عن قصد. المرتين الخبطات مقصوده. اتمنى ان المره دي برضه انت كابتن مرتين ورا بعض. يا كابتن عفت، يعني أنت قصدك للالتحام؟ مرتين ورا بعض. الالتحام يعني يا بالعنف؟ كابتن عفت، يا كابتن عفت، ده مقصود. كلام يا المرتين. يا كابتن عفت. انا جبتهم امبارح، انا جبتهم يا امبارح. كابتن عفت، اسمعني يا عفت احمد. نصار اللعيب العظيم. انا مش بجاملك، أنا بقول انت كنت يا كابتن عفت، سيبني بس اكمل. انت كنت لعيب عظيم بجد، ما زعلش مني يا كابتن. اتفضل. مش هتزعل؟ لا 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 خالص. ما ينفعش عفت نصار يقول الكلام ده. طيب اسمعني، معلش، انا جبت جبت اللعبتين، جبت اللعبتين امبارح، اتفرجت عليه. اللعبتين اللي اتغير فيهم مره والثانيه ماتشين. زيزو يعني مثلا انا احمد جمال بزميلي وبينزل معايا الملعب قاصد ان انا اصيب احمد جمال عشان ما اطلعش على الهواء، دي ما تحصلش مستحيل. ولا دي مبادئ ولا دي تربيه النادي الاهلي في اللعيبه ولا اللعيبه مع بعض. مالهاش علاقه بالظبط كده. جيب اللقطه. اقول لك على حاجه، في السوبر اللي فات محمد يوسف دخل على حسين عبد اللطيف قاصد يعوره وجاب له رباط صليبي. اسمعني بس، اسمعني يا عم، ده دخل جاب له رباط صليبي. ما هو لو كل واحد يا كابتن اسمعني بس، اسمعني برضه انا عايز اوصل لحاجه. دخلت في النيات يا كابتن. ما ينفعش يا كابتن. في احد البرامج امبارح كابتن محمد يوسف بيقول ايه؟ بيقول ان الحكم كان ضدنا وده سبب هزيمتنا في مباراه السوبر. لا، الحكم ما كانش ضدك، انت اتطردت. اول حاجه ما خدش انذار في لعبه حسين عبد اللطيف رغم ان هو عامل فرمله عليه وجاب له رباط صليبي، وحسين غير. اشرف يوسف لما نزل كلنا عارفين ماتابيلا ايه اللي عمله في افريقيا. عمل ايه برضه تاني يا كابتن؟ لا لا والنبي عمل ايه؟ قول لي كده. الشيك الشهير ابو $3000 في جنوب افريقيا يا كابتن. ده انت انت اللي ماضي. انا اللي ماضي. بلاش اقول مين. لا قول. لا كلنا كنا شفنا. هات الماتش، مش انت بتتفرج وترجع شوف الماتش. ده وان سايد جيم. مين يا كابتن؟ يا كابتن ده شاطر. يعني الكابتن احمد سيد زيزو اللي انت بتتكلم عليه في المباراتين بتوع النادي الاهلي وبتقول بيطلع مصاب، يعني لعيبه الاهلي بتلعب عليه علشان تصيبه هو علشان يطلع مصاب. طب ما المباراه اللي فاتت نادي الزمالك كان فايز 2-1 على الاهلي، برضه كان طلع من المباراه. طب والمباراه اللي قبلها ايه اللي حصل؟ يعني هي حجه بتعلقوا عليها الشماعه بتاعتكم. طب المباراه اللي فاتت على طول ما اتلعبتش ما بين الاهلي والزمالك، بس المباراه اللي قبلها كانت في الكره المشتركه مع رامي ربيعه. رامي ربيعه دخل معاه، حط رجله قبل رجل سيد زيزو وزق الكره من قدامه، ولا يسيبه يقول له تعالى اتفضل هات جون. احلى حاجه قالها الكابتن عمرو الحديدي ان هم بيقولوا الكذبه وبيصدقوها. المباراه شفنا اللي فيها، المباراه كان فيها هجمتين، الجون اللي جابه كابتن ايمن منصور وكوره تاني لايمانويل، وكوره كان متشاته فين؟ في الهواء بعيد عن المرمى، حتى كابتن احمد شوبير قاعد يتفرج عليها ما بصش عليها. هيعمل لها ايه؟ بيبص عليها وهي ماشيه. ودي الفرصتين اللي بيقول لك المباراه من ناحيه واحده، اتجاه واحد، طريق مسدود. فين؟ ده انت الواقعه بتاعتك اللي بتحكي فيها على المباراه دي بالذات فيها حالات للنادي الاهلي بسم الله ما شاء الله، يعني 3 حالات. وفعلا يعني ماتابيلا لما طلعوا وفضحوه وان هو راجل مرتشي وبياخد فلوس، وفعلا كان ظاهر ان هو واخد فلوس، يعني ده كان كلام من فراغ؟ لا ده بالعكس، ده من اللي حصل في المباراة. والمباراة جبتها واتفرجت عليها وجبت الحالات اللي كان فيها كلام على النادي الاهلي واللي حصل للاعيبة النادي الاهلي. نشوف مع بعض. يروح لرضا، يرقص رضا وماشي، انما في فايل ضربة حرة مباشرة. وهل في كارت اصفر؟ كارت اصفر لاسماعيل يوسف. اول كارت اصفر لاسماعيل يوسف. وتروح الكرة لياسر ريان، ياسر ريان يخش ايمانويل وفاول على ايمانويل. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. اصفار خدوا انذارات، واول انذار في الشوط الثاني لايمانويل. محمد يوسف وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي.
هيثم نصار يميل على الجبهه اليمين عشان يعاون اشرف يوسف، والتحام ما بين يوسف واشرف، محمد يوسف واشرف يوسف، تشابه اسماء طبعا. وروح طيبه من حسام اهو هيدي انذار، يا ترى لمين؟ لمحمد يوسف تقريبا، لان اللاينزمان اري سلتاتوس نادى الحكم وقال له حاجه، على طول طلع الكارت الاصفر لمحمد يوسف. ست انذارات، ده كارت احمر، ده كارت احمر لمحمد يوسف. بعد 5 دقائق اتطرد محمد يوسف من النادي الاهلي اللي هيلعب 10 لعيبه بعد 5 دقائق. انت بتتكلم على محمد يوسف وبتقول ان هو ضرب ويستاهل طرد. طيب انت شفت الحالات التانية اللي كانت في المباراة؟ شفت ايمن منصور وهو بيضرب في رضا عبد العال مرة واثنين وثلاثة، ولما وقع دخل اسماعيل يوسف بالاسترزات يضرب رضا عبد العال في بطنه؟ اظن دي واضحة وباينة وضوح الشمس. الكرة التانية دي فيها ايه؟ يعني مضروب من ايمن منصور مرة واثنين وثلاثة، وقع رضا عبد العال دخل فيه اسماعيل يوسف، كان القرار من الحكم انذار مفيش غيره، مع انه ضرب من غير الكرة ده طرد. دي حالة. الحالة الثانية ياسر ريان ايمانويل دخل بيعمل معاه ايه؟ ما دخلش بيلعب كورة، ده داخل يشيله، بمعنى كلمة يشيله، والحكم المسافة بينه ما بين ياسر ريان وايمانويل مفيش، ده هما بالظبط 5 متر مفيش غيرهم. الحكم ايه اللي عمله؟ انذار. في الكرة التانية دي انذار يا راجل، ده طرد. ياسر ريان بتاعتها طرد، قرارها وعقوبتها طرد. ادي فاولين فيهم 2 طرد، بياخدوا انذار هنا وانذار هنا. طيب الفاول الثالث بتاع محمد يوسف ايه اللي حصلان؟ ايه اللي حصل فيه؟ اشرف يوسف شد محمد يوسف وقعه على الارض وما عايزهوش يقوم الا ماسكه وبيشد فيه، والحكم برضه جنبه وشايف الواقعه. وايه اللي حصل فيها؟ ولا حاجه، جاي بيدي محمد يوسف طرد. هو ده ماتابيلا؟ هي دي المباراه اللي انت بتتكلم عليها وبتقول للزمالك خدتوها بايه؟ برشوه زي ما بيقول الكابتن عمرو الحديدي، شيك ب $3000 واخدتوا البطوله دي؟ ده الكلام اللي بيطلع حاليا منكم علشان الكذبه بتقولوها وتصدقوها؟ هو ده اللي حصلان منكم؟ شكرا ليكم على التوعيه بتاعتكم، وتخلونا احنا نوضح الصوره ونبين المواقف اللي بتحصل منكم وكلامكم اللي بيطلع والحقيقه قصادها الناحيه التانيه. وكل اللي بيحصل منكم ده وطريقه كلامكم دي ما بتدلش غير على حاجه واحده، ان انتوا خايفين من النادي الاهلي وخايفين من مباراه السوبر. ده الواضح منكم. ان شاء الله باذن الله رجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي قدها ويفرحونا ويجيبوا كاس السوبر، وان شاء الله نحتفل كلنا مع بعض باذن الله، وتبقى ليله اهلاويه خالصه. سلام عليكم.